كان عندك كام سنة لما عرفت انها ما اسمهاش بينا مصانع الحداد، اصلها بينا ما صنع الحداد، مش مصانع خالص. طب ايه الحكاية؟ بيقولك ان كان في مرة راجل متجوز واحدة ست صوتها عالي جدا وعلى طول بتزعق لدرجة ان الجيران نفسهم اشتكوا من صوتها، والراجل كمان ودانه وجعته من الزعيق بتاعها. اتكلم معاها مرة واتنين ومفيش فايدة، هددها بالطلاق برضه مفيش حاجة اتغيرت. الراجل قعد يفكر طب اعمل معاها ايه تاني الست دي، لحد بقى ما لقى حل. في يوم قبل ما يروح على البيت جاب خيمة وراح معدي على الحداد واخد منه غطا حلة وماسورة حديد، وقام واخد الحاجات دي كلها ورايح بيها على البيت. مراته استغربت جدا من الحاجات اللي معاه دي، قالت له ايه اللي انت جايبه ده؟ قال لها بعدين هتفهمي. وعدت الايام، وفي مره وهي بتزعق كده كعادتها راح جوزها منادي ابنه وقال له خد الماسوره الحديد وغطا الحله دول واقعد خبطهم في بعض طول ما امك بتزعق. والراجل قام واخد الخيمه بتاعته وخارج بره البيت. فضل يمشي يمشي يمشي، وطول ما هو ماشي سامع صوت الماسوره الحديد وهي بتخبط على غطا الحله، لحد ما وصل لمكان ما بقاش سامع فيه اي صوت خالص. فعرف ان هو كده بعد عن البيت جدا، وقام ناصب الخيمه بتاعته هناك وقعد فيها، وبكده يبقى ارتاح من الزعيق بتاع مراته، وبقى بينهم ما صنع الحداد اللي هي الماسوره الحديد وغطا الحل.